السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل حال. النهاردة عملت معاكم الشنطة الجميلة دي، هنقسمها على جزئين ان شاء الله. اول جزء هنشتغل الشنطة والجناب ونعمل لهم البطانة، والجزء التاني هنقفل فيه الشنطة ونركب القفل والسلسلة. تمام كده. انا هنا بقى قصيت الكنفة بتاعتي في العرض من تحت 48 مربع، وفي الطول 90 مربع. عديت 90، وفي المربع 91 قصيت، وفي العرض قصيت، عديت 48 وقصيت عند المربع 49. اداني الحجم دوت. على فكرة هي كبيرة مش صغيرة، حلوة يعني. ودي الجناب نوت. الطول عملته 25 مربع والعرض 15. تمام كده. هو معنى الجناب الطول 25 والعرض 15، والشنطة الطول 90 والعرض 48. حلو كده. هنبدأ بعد كده الغرزة بتاعتنا. انا هنا كنت بلضم الابرة، وعملت طرف الخيط بالولاعة عشان دوت خيط سلسلة بيقعد يتكرر، فانا لازم اولع الولاعة في حرفه. تمام. هدخل في اول صف تاني مربع. تمام. طبعا انا بثبت الشغل من ورا الخيط وباخده معايا في الشغل. بدخل هنا في اول مربع في الصف التاني، هتدينا الميلة ديت بتاعت كل غرزة او معظم الغرز يعني. حلو اهي. يعني ادخل في هنا في المربع اللي فوقيها، وتحت في المربع اللي جنبيه. بعد كده هرجع ادخل هنا في اللي فوقيها، المربع اللي فوقيها، وادخل تحت في اللي جنبيها. تمام كده انا اشتغلت 3 صفوف او 3 خطوط بالخيط. حلو. هشتغل الرابع برضو، هدخل في اللي فوقيها من تحت اهو، وهدخل تحت في اللي جنبيها. كده هنعد معانا هنلاقيهم ايه، اشتغلناهم 4 خطوط بالخيط. حلو. مش هدخل بقى في اللي جنبيها، لان انا لو دخلت في اللي جنبيها من تحت هكمل وهيبقوا 5 و6 وهكذا. لا، انا عايزة اطلع لفوق، عايزة ارتفع. هدخل هنا في الجنب في اللي جنبيها، ركزوا في الحتة دي. وهنا في الناحية التانية هطلع في اللي فوقيها، مش هدخل هنا في اللي جنبيها، لا، في اللي فوقيها. تمام. هبتدي بقى ارتفع انا على نفس النظام. هدخل هنا في اللي فوقيها، وهدخل الناحية التانية في اللي فوقيها. تمام. وهكذا هنا في اللي فوقيها، وهنا برضو في اللي فوقيها. حلو كده. انا همشي بقى لاخر الصف على نفس النظام دوت. هنا بعد ما خلصت الصف عملت معايا عمود بالخيط. حلو. هنا دي اخر مربع هشتغله عادي، هو اللي عليه الدور في الشغل اصلا. هاجي هنا الجنب التاني برضو هشتغل في اللي فوقيها زي ما انا مستمرة. حلو. بصوا بقى هنا في الحتة اللي جاية ديت، بدل ما هدخل في اللي فوقيها، هو خلاص كده مفيش فوقيها تاني، هدخل في اللي جنبيها عادي. انا خلص معايا الطول، هبتدي في العرض لان انا عايزة اقفل الصف بتاعي اللي انا اشتغلته بالخيط. فانا هدخل في اللي جنبيها لغاية ما الصف ما يقفل معايا. هنا هو دخلت في اللي جنبيها، وهدخل هنا في الجنب التاني في اللي فوقيها. حلو. هرتفع زي ما انا.
هنا صحيح للأمانة يعني أنا بعد ما اشتغلت معاكم في الأول الخيط مفرد، لقيت ان الشبك باين خالص فيه، فابتديت اغير، فكيت الخيط كله ورجعت ابتديت من اول وجديد واشتغلت بالخيط مجوز زي ما انتوا شايفين كده. هو طبعا هو مجوز وخيط سلسلة والمربعات ضيقة عليه، فبيبتدي يتلف معايا حوالين بعضه وببتدي انا اسلك فيه كل شوية وافكه. حلو اهوت اشتغلت الخيط مجوز تمام، عشان في الاول كنت مصوره لكم مفرد، بس انا بعد كده فكيت لما لقيت الشبكه باينه فيه. هرجع اكمل شغلي اهوت عادي، شغل تقفيل بشتغل هنا في جنبها وتحت في اللي فوقيها تمام لغايه ما اوصل للاخر. شايفين الخيط ازاي بيتلف حوالين بعضه، وانا طبعا مضطره ان انا اسلكه او ان انا اقعد افك فيه كل شويه عشان الشكل العام للشنطه يطلع كويس يعني. هنا بقى اخر حاجة معايا في الصف اهو المربع ده دخلنا فيه اللي عليه الدور في الجنب، وهدخل هنا اهوت الناحية التانية في اللي عليها الدور من فوق. شايفين لفوق كده خلاص خلص معايا الصف. هبتدي اقلب الشغل بتاعي واقفل الخيط اثبته. بص بثبته ازاي، بمشي بيه تحت الخيط، بعد كده ببتدي اقصه واروح اعمل طرف الخيط بالولاعة عشان ما يقعدش يتكر مني ويتسلسل تمام. باجي بعد ما بعمله بالولاعة بصوا ازاي اهي سنة كده وسنة كده، باجي بحرف الولاعة وبتك عليه بضغط عليه كده اهوت ضغطة بسيطة بحيث يمسك الخيط في بعضه كده. انا ثبت الشغل بتاعي. هنبتدي بعد كده اعدل الشغل واشتغل الصف الجديد اللي انا عايزه اعمله. هو انا اصلا الفكرة ان انا هشتغلها زي نظام الاطار، هعمل اطار على الاربع جوانب بتوع الشبك الكنبة تمام. هنا الجنب التاني اهو شايفين هدخلها فين، في نفس الصف اللي احنا كنا شغالين فيه. هسيب اول فتحة واخش في التانية تمام. دي اللي هي كنا اخر حاجة شغالينها في الخيط يعني في الصف الاولاني. برضو بجيب طرف الشغل تحت ايديا وباخده معايا في الشغل انا وماشية. هنا هوت عايزة اعمل الميلة، شايفين هسيب المربع اللي قصاده هنزل في اللي تحتيه عشان يدينا الميلة تمام. هدخل هنا في اللي تحتيها وهدخل هنا في اللي جنبيها. بعد كده هدخل هنا في اللي عليها الدور وهدخل هنا برضو في اللي عليها الدور. انا كده عملت 3 خطوط، فاضل الخط الرابع اهوت هشتغله تمام. كده احنا خلاص مش هنبتدي نرتفع تاني بالشغل، هنبتدي نمشي الجنب التاني تمام. بصوا هدخل فين، بدل ما هدخل كده ايوه انا مش هشتغل كده، لا انا هشتغل كده، عايز اشتغل عرض يبقى انا هدخل في المربع ده اهو اللي جنبه اللي جنب الشغل مش اللي فوقيه. حلو. وهنا زي ما انا ماشية عادي في اللي عليها الدور برضو شايفين. هدخل بعد كده هنا في اللي جنبيها
وهنا تحت هدخل في اللي جنبيها اللي عليها الدور. هنا في اللي جنبيها، وتحت برضو في اللي جنبها اللي عليها الدور. شايفين في اللي بعدها، وهنا في اللي تحتها. تمام كده. انا عايزة امشي كده خط عرض زي ما مشيت الخط الطولي. هكمل انا بعد كده الشغل وارجع لكم بعد ما اخلص الصف. هنا بعد ما خلصت الصف وقفلته هبتدي قفلته بنفس الطريقة بتاعت الصف الاولاني. هبتدي ان هو اشتغل الخط تاني الطول بقية الاطار. ده الضلع التالت اللي انا هشتغله. شايفين هدخل فين؟ هدخل في اول مربع جنبيها. خلي بالكم من المربع الفارغ دوت اللي انا سبته، وهدخل هنا. هسيب المربع الفارغ وهدخل في اللي بعده. اللي بعده ده كان نهاية الشغل بتاع الصف التاني. تمام كده. ادي الميلة اتعملت معانا. هدخل هنا في اللي جنبيها، وهدخل هنا في اللي فوقيها. شايفين قد ايه الخيط المجوز بيكون متعب عشان المربعات بتكون ضيقة طبعا. هنا هو ده الخيط التالت اللي انا عملته. بدخل هنا في اللي فوقيها. هنا ده الخط الرابع او ده الخيط الرابع اللي انا بدخل بيه. تمام. هدخل هنا في اللي فوقيها برضو عادي كده. انا خلاص انتهيت من ان انا ادخل في اللي فوقيها تاني. انا همشي بعد كده العكس، هدخل في اللي جنبيها. حلو. بصوا ازاي هدخل هنا في اللي عليها الدور عادي. تمام. هنا بقى مش هرتفع فوقيها، لا بصوا هدخل ازاي جنبها، جنب الخيط اللي انا اشتغلته اخر حاجة. تمام. شايفين هدخل في اللي عليها الدور بقى جنبها. تمام. على فكرة انا بسكت علشان انتوا تقدروا تركزوا الابرة داخلة فين وطالعة منين وكده. تمام. هنا في الجنب ده بنمشي في اللي عليها الدور، وهنا برضو في الجنب ده هنمشي في اللي عليها الدور. احنا كده بنرتفع، بنعمل العمود الطولي قصاد العمود الاولاني اللي عملناه في الاول خالص. زي ما قلت لكم انا حابة ان انا اعمل اطار للشغل، فانا هشتغل على الاربع جوانب. انا اشتغلت جنبين وده الجنب التالت اللي انا خلصته. تمام. هنا هو التقفيل بتاع الجنب التالت. حلو. هنا خلص معايا المربعات بالطول. هبتدي ادخل بقى في اللي بعديها في الجنب. تمام. والناحية التانية انا برتفع عادي، بكمل الارتفاع بتاعي عشان اقفل الصف بتاعي. حلو. اهو بص برتفع ازاي، بدخل في اللي عليها الدور عادي.
الناحية دي زي ما قلت لكم خلصت معايا المربعات، فانا هشتغل في العرض. هنا هو دي اخر غرزة معايا في الصف ده. تمام، انا كده خلصت الصف. هقفل الشغل بتاعي زي ما وريتكم قبل كده. بدخل بالابرة تحت الخيط واقص واجيب الولاعة، طبعا اولع الطرف بتاع الخيط. بعد كده بروح اضغط بحرف الولاعة كدهوت في الشغل عشان خاطر الخيط يمسك في بعض. وانا كده كنت اتاكدت ان هو ايه، اتمتن. شايفين بدخل هنا هوت فين؟ في تاني مربع، في نفس الصف اللي احنا كنا شغالين فيه. تمام، تاني مربع. المربع الاولاني دايما بيكون فارغ، ما بدخلش فيه خيوط نهائي. تمام، هاجي في اللي جنبه هدخل في اول واحد. شايفين الخيط طالع من فين وداخل فين؟ هيدينا اهو الميلة بتاعتنا. هنبتدي هنا نرتفع في اللي فوقيها، وهنا هندخل في اللي جنبيها. هنرتفع وهنا هندخل في اللي جنبيها. تمام كده. هنرتفع، وده كده الارتفاع الاخير، لان احنا خلصنا كده الاربع صفوف. ده الاربع خطوط اسفة. ده الخط الرابع اللي انا بعمله بالخيط. هبتدي بعد كده امشي بالعرض لان انا عايزة اعمل الصف بالعرض. شايفين هدخل فين؟ في اللي جنبيها على طول. خلاص انا هبطل ادخل في اللي فوقيها وهدخل في اللي جنبيها. حلو، هدخل هنا برضو في اللي عليها الدور. تمام، هنا اهو في اللي جنبيها. هنا في اللي عليها الدور. هنا اهي في اللي جنبيها. شايفين ابتدى يظهر معايا الصف اللي انا ماشياه ازاي؟ ابتدى يظهر ان انا مش ماشية طول، لا انا ماشية عرض. حلو كده. ده هنا الصف الرابع اللي انا شغالاه كده. هوصل للاخر هقفل الصف، وهيبقى عملت اطار في الاربع جوانب بتوع المربع بتاعي اهو. شايفين انا بقفل ازاي؟ عادي هبتدي اطلع ارتفع اقفل في اخر صف انا كنت مش شغاله فيه في الخيط. شايفين هرتفع فين؟ تمام كده. انا هشتغل بعد كده بلونين تانيين على نفس النظام. هوريكم ازاي هبدأ بالخيط اللي عليه الدور، وبعد كده هكمل انا بقية الشغل مع نفسي لغاية ما اخلص الشيت كامل. حلو كده اهي اخر، بصوا ازاي اخر حتة.
ادي الاطار بتاعي كامل تمام كده اهو. اشتغلت بلون الجديد، اشتغلت 4 برضو جنب بعض. بعد كده ابتديت ارتفع. طبعا انتوا عرفتوا ازاي انا بعمل الميلة، عملتها اكتر من مرة معاكم. هبتدي ارتفع بعد الخط الرابع زي ما انتوا شايفين كده. انا برتفع في الجنب، بدخل في نفس اللي انا كنت شغالة فيها قبل كده بالخيط الاسود. تمام. بدخل هنا في اللي جنبيها فوقيها في الناحية التانية. بصوا ازاي فوقيها هيديني الارتفاع. فين في اللي عليها الدور بقى، وهنا في اللي عليها الدور فوقيها، وهكذا. هكمل برضو الصف وامشي بيه داير ما يدور نفس الاسود زي نظام الاطار. بعد كده هدخل اللون التالت وهرجع اكرر. هنا بعد ما خلصت الشيت اهو، اشتغلت الاول اسود، بعديه الرمادي، بعديه كملت باللون التالت، بعد كده رجعت كررتهم تاني اهو. عملت التكرار، جيت هنا اهوت لقيت مفيش مساحة ان انا ارجع اشتغل رايح جاي بالخيط، فاخدتها كلها مرة واحدة. تمام، ارتفعت بيها كلها مرة واحدة. حلو كده. هشتغل بعد كده معاكم الجناب. هنا هوت برضو هكون عايزة اشتغل نفس نظام الشيت بتاع الشنطة، بس مش هيكون عندي المساحة الكافية. فانا هدخل هنا هوت هعمل الميلة بتاعتي. تمام. دخلت في الصف التاني في اول مربع من تحت، وهرجع ادخل في الصف الاول في تاني مربع. ده كده اول خط معايا. حلو. هاجي اعمل الخط التاني اهوت، هدخل في اللي جنبه من تحت، وهدخل في اللي فوقيه فوق. تمام. انا هنا هكتفي بالخطين لان المساحة مش هتديني اكتر من كده، فهبتدي ارتفع بقى بالشغل الفوق. بدل ما هدخل هنا اهوت في اللي جنبيها، لا هدخل في اللي فوقيها. تمام. انا مش هقدر اكمل الاربع الخطوط زي ما قلت لكم، فهدخل اهو في اللي فوقيها. هبتدي اهو ارتفع بالشغل بتاعي. تمام. هدخل في اللي فوقيها، شايفين. هدخل هنا في اللي فوقيها. تمام. انا هكمل بعد كده، هرجع لكم بعد ما اخلص. هشتغل نفس نظام الشنطة زي ما قلت لكم في الاول، الثلاث الوان جوا بعض. هخلص وارجع لكم عشان نشوف ازاي هنشتغل الحلقة. هنا هوت بعد ما خلصت اللون التاني، جيت في اللون التالت لقيت ان هشتغل خطين زي اللونين الاولانيين، بس هيتفضل معايا في النص مربع فاضي. فالمربع دوت انا مش هعرف اشتغل فيه بالخيط، مش هيديني اي ميلة ولا اي منظر. فهنا انا هضمه معايا في اللون التالت. بدل ما هعمل خطين بس وابتدي ارتفع، لا انا هعمل 3. تمام. ادي هنا دوت الخط التاني اهوت اللي انا شغالة فيه. المفروض ان انا
في الجنب هبتدي ارتفع خلاص بعد الخط التاني ده اللي انا شغالاه، فهاجي نوت لا انا هكمل هاخد واحدة كمان تالتة، شايفين خط تالت. تمام كده. انا بعد ما خدت التالت اهوت هبتدي ارتفع بقى لفوق. هنا هو الطبيعي انا بدخل في اللي عليها الدور، هنا بقى هبتدي اهو زي ما انتوا شايفين ارتفع، هدخل في اللي فوقيها. تمام. هدخل في اللي فوقيها. هنا طبعا بدخل في اللي عليها الدور. تمام كده، ان شاء الله ما يكونش فيه اي لخبطة. هنا بعد ما خلصت الجنب بتاعي، شايفين ازاي وصلت في الركن بتاعه، هبتدي ان هو اركب الحلقات بتاعتي. هعد 6 مربعات، وهشتغل الحلقة بتاعتي في المربع السادس والسابع. تمام. هشتغلها جنب الخيط اللي انا اشتغلته اخر حاجة. تمام. بص هجيبها ازاي اثبتها اهو، هبتدي اثبتها بايديا في الخط بتاع البلاستيك اللي ما بين المربع السادس والسابع زي ما قلت لكم. تمام. هبتدي ادخل بالابرة من تحت. تمام، ده المربع السابع، وهعدي في قلب الحلقة. حلو. وهدخل في المربع اللي قصاده فوقيه على طول في الصف السادس. تمام كده. هرجع ادخل في نفس المربع تاني، هو انا بدخل في المربع الواحد مرتين بالخيط لو الخيط مفرد، لكن لو الخيط مجوز بدخل فيه مرة واحدة بس. تمام. ادي المرة التانية في نفس المربع. حلو. هنا هدخل في اللي بعديها، المربع اللي بعديها. هرجع ادخل في اللي فوقيه هنا اهوت، وهعدي الابرة في قلب الحلقة. نيجي المرة التانية. هنا كده دي ايه المربع التالت. كده هو خلصت. انا هبتدي اقفل الشغل. بصوا ازاي انا عايزة بقى فوق الحلقة، الجزء اللي فوق الحلقة دوت هشتغله مجرد تقفيل في الشنطة. هدخل في المربع واطلع في اللي فوقيه على طول اقفل. تمام. بصوا ازاي اهو، مش عايزة اسيب اي فراغات، بمعنى ان انا اعبي اي فراغ موجود عندي. بصوا ازاي انا بعبي فراغ، مش بشتغل شكل غرزة، لان اصلا في الجزئية دي مش هيبان معايا شكل غرزة. شايفين على فكرة انا بقفل بطريقة عشوائية خالص عادي، يعني انا بحاول اسد اي فراغ، اي فراغ عندي لازم اقفله. انا مش عايزة اي مربع يبان معايا ولا اي خط من خطوط الشبكة يكون واضح او ظاهر معايا. حلو كده. هنا طبعا الخيط عشان دخلت بيه كذا مرة في قلب المربع بيبقى صعب معايا، فبالراحة واحدة واحدة احنا وشغالين. لو هنشتغل
الغرزة دي عشان خاطر الشبكة ما تتقطعش معايا. لو اتقطعت هتبقى مشكلة في حوار تثبيت الشنطة، لان معظم حمل الشنطة بيكون على الجوانب بتاعتها او على الحلقات اللي هي في الجوانب. فاحنا في المنطقة دي ونشتغل براحة كده على مهلنا واحدة واحدة. بصوا بقى هنا اهوت هبتدي ارجع اظبط الخيط تاني عشان اشتغل الغرزة بتاعتي اللي انا كنت اشتغلتها معاكم في كل جسم الشنطة وفي الجناب بتاعت الشنطة. شايفين؟ بصوا هدخل فين انا في اخر مربع دخلت فيه في الحلقة من فوق. تمام، حلو كده. احنا اشتغلنا 3 مربعات في قلب الحلقة. المربع التالت اللي هو الاخير هدخل فيه من فوق وهدخل في اللي عليها الدور في الجنب. تمام، هتديني الميلة. حلو كده. بعد كده هدخل في اللي تحتيه لا اللي جنبيه، عشان انا عايزة نفس الميلة او نفس الكيرف بتاع الميلة بتاعتي اللي انا كنت شغلاها قبل كده. ركزوا في الحتة دي. شايفين؟ بدخل في اللي عليها الدور. انا الجنب التاني دوت اللي انا شغالة فيه حاليا بدخل في اللي عليها الدور هنا هوت واللي عليها الدور هنا اهو. هنا هوت اول ما هنظبطها هنشتغل على طول. بصوا فين؟ في التالتة، تالت مربع اشتغلت فيه. تمام كده. هنا في اللي عليها الدور. انا كده كونت الميلة بتاعتي. هبتدي بصوا اشتغل هنا في اللي عليها الدور اهي، والناحية التانية في اللي عليها الدور برضو اهو. تمام، في اللي عليها الدور. هكمل انا بقية الجنب وهعمل الجنب التاني بنفس النظام وارجع لكم في الجزء التاني عشان خاطر نركب البطانة ونقفل الشنطة.